موضوع الحلقة: هل المغرب هتعمل تاريخ جديد زي ما عملت تاريخ جديد ليها في كاس العالم 2022 في قطر، ووصلت المربع الذهبي وكانت هتلعب على مركز تقيل؟ هل المغرب هتوصل للنهائي في الاولمبياد وتصنع تاريخ جديد؟ طبعا نتمنى ده للمنتخب المغربي، والف مبروك للوصول للمربع الذهبي، وان شاء الله تحققوا تاريخ ويكون نهائي خالص عربي ونلعب مع بعضينا بقى، وحي على الفلاح ان شاء الله. المغرب عامله بطولة تقيلة جدا بالنسبة للواحد، شايف ان هي لعيبتها لعيبة تقيلة جدا، لعيبة بتقف على رجليها كويس جدا، عندهم ثقة كبيرة قوي في نفسيهم، بيلعبوا كورة جماعية كويسة جدا، في سرعات محترمة جدا في المنتخب المغربي. طبعا كل الدعم ليهم، وبإذن الله نهائي ونهائي مصري مغربي، وتبقى لأول مرة في تاريخ الكورة أولمبياد نهائي عربي خالص. طبعا كلنا بنشوف دعم حكيمي للفريق وللشباب اللي معاه، والشباب بتحبه جدا، وشفنا الجون بتاعه. المنتخب المغربي عامل بطولة محترمة جدا، في اهداف كويسة جدا، اهداف كتير، اجوان كتير، وطبعا على ما اعتقد اللاعب رقم 9 بتاع المغرب هو اللي هيكون هداف البطولة، وان شاء الله خير للمنتخب المغربي، والف مبروك للمنتخب المغربي والشعب المغربي كله، اخواتنا واشقائنا. وباذن الله نشوفكم في النهائي في ماتش مصري مغربي خالص عربي. يلا بينا اشوفكم في فيديو جديد، وان شاء الله مش بعيد هتوحشوني. سلام.